من 30 سنة فاتوا لو تعمدت ان انت تجيب طفل صغير وتأكله كميات سكر كتيرة جدا علشان يصاب بمقاومة الانسولين، ما كانش هيصاب بمقاومة الانسولين. عارف ايه السبب؟ لو انت اول مرة تتفرج على الفيديو ده، انا صباح عبد الوهاب من مصر، ودي حلقات شباب طول العمر. وده بيكون بسبب نمط الحياة الصحي اللي هو تعرض للشمس، الهواء النقي، زيادة الحركة. كل العوامل المساعدة دي بتخلي أجسامنا في وضع صحيح. هيساعدوا في حاجتين اتنين، ان هو اول حاجة ما يمتصش كمية كبيرة من السكر، تاني حاجة بيجدد خلايا الجسم. اما بقى في وقتنا الحالي فاصبح من العادي ومن الشائع ان الاطفال وناهيك عن الكبار ان هم يصابوا بمقاومة الانسولين، وده طبعا بسبب نمط الحياة الغير صحي. وطبعا علشان نقدر نتخلص من مقاومة الانسولين لازم نعمل عكس الاسباب اللي ادت الى مقاومة الانسولين، وهي اللايف ستايل. اول حاجه انت محتاج عامل مساعد قوي عشان يقدر يساعدك على انك تعيش حياه صحيه بشكل افضل. وطبعا انت اكيد متفق معايا ان ما اصبحش من الرفاهيه ان احنا نعتمد على المكملات الغذائيه عاليه الجوده اللي بتساعدنا في تحسين صحتنا للافضل. وطبعا ده بسبب ان طعامنا وغذائنا افتقد لنسبه عاليه جدا من الفيتامينات والمعادن.